أما بالنسبة حقيقة للأغاني فهي أيضا مشكلة. أنا بسألكم سؤال يا جماعة، عمركم سمعتوا مغني يغني في الحث على صلاة الفجر في المسجد؟ أغنية كذا وقاعد يدق العود يقول صلوا الفجر في المسجد، تراه يقيم الساعة 4:30 و5، جزاكم الله خير، لا تفوتكم الصلاة. عمركم شفتوا مغني يغني كذا؟ عمركم سمعتوا مغني يغني في الحث على مثلا أداء الزكاة ولا على الحج؟ يقول ترى دخلت الحجة عجلوا فيزوا عشان تروحون تحجون. عمرك سمعت مغني يغني؟ بالله أغانيهم بإيش يا جماعة؟ الحب والعشق والهيام. حتى أسماء أشرطة الأغاني، شوف أسماء الأشرطة نفسها فيها مشكلة. يا معذبني، مشكلني حبك، أموت عليك، ما أدري، من أسماء الأشرطة. يقول عبد الله بن عباس أو بن مسعود، يقول الغناء رقية الزنا، أي هو طريقه هو وسيلته. كيف؟ إيش معنى هالكلام؟ الآن لو أقول لكم يا جماعة، عند اللفة اللي عند الإشارة اللي هنا كان فيه سيارة جيب لاند كروزر موديل 90 عنابي، كان بيدور ياخذ التير من عند الإشارة، وجاء لاند كروزر أسود وصدمه، وانقلب اللاند كروزر الأسود 3 قلبات. طيب بعدين طاح على ظهره كذا، على راسه يعني، وبعدين طاح منه الشاب لابس بنطلون جنس بني، فنيلة صفراء فيها خطوط زرق. طيب الآن وأنا قاعد أصف هالوصف، ما الذي جاء في خيالكم؟ صورة المنظر، صح؟ صح ولا أنا غلطان؟ صورة المنظر من غير ما أقول لكم تخيلوا، يعني بمجرد كلامي مباشرة ذهنك صور المنظر أمامه. فهمتوا قصدي؟ إذا لما يأتي مغني ويغني ويقول مثلا وضميتها وحبيتها وشعرها، يتسابق إلى ذهنك مباشرة صورته، هو يفعل ذلك. مع أنهم جزاهم الله خير الفترة الأخيرة يعني ريحونا من أن احنا نقعد نتخيل، وجابوا لك إياه مخيل خالص، فيديو كليب جابوا لك إياه لما يقولوا حبيتها يجوا يحبها، وبعدين لحقته يركضون ورا بعض، وطاحت يجبونها هي طايحة، وشلتها يجبونه يشيلها، لأن اكتشفوا في ناس أغبياء ما يقدر يتخيل، قالوا ما يحتاج تتخيل، احنا نتخيل لك، هد أعصابك بس وارسل SMS وكسبنا كل مرة المبلغ الفلاني، واحنا أهم شيء نطلع من وراك فلوس وبس. ينبغي يا إخوان أن نعقل في الحقيقة مثل هذا، وأن الإنسان يطهر، يعني مثل ما قال ابن القيم طهر سماعك إن أردت سماع ذياك الغنى، يقصد غناء أهل الجنة، يقول طهر سماعك إن أردت سماع ذياك الغنى عن هذه الألحان، والله إن سماعهم في القلب والإيمان مثل السم في الأبدان، والله من فك الذي هو دأبه أبدا من الإشراك بالرحمن، فالقلب بيت الرب جل جلاله حبا وإخلاصا مع الإيمان، فإذا تعلق بالغناء أصاره عبدا لكل فلانة وفلان، حب الغناء حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. ينبغي حقيقة أن ترتفع الأمة عن النزول إلى